السلام عليكم. ريال مدريد هو لعنة الإصابات. 45 دقيقة 3 لعابة كيتصابوا، رودريغو في 20 دقيقة، ثم ميليتاو في 30 دقيقة، ثم الأسطورة لوكاس فاسكيز 45 دقيقة يغادر أيضا الملعب. 3 الإصابات اليوم، لعنة الإصابات. رودريغو خرج وهو يبكي، ربما هناك إصابة خطيرة، أما الأخطر من هذا هو إصابة إيدير ميليتاو. هناك مخاوف كثيرة في ريال مدريد أن يكون اللاعب قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي. نتمنى شفاء اللاعبين وعودة سريعة إلى الميادين. فوز كبير، فوز مقنع، أداء ونتيجتان، فينيسيوس يسجل هاتريك، لكن الإصابة الكثيرة التي تعرضها ريال مدريد بعلامة ناقوس الإنذار داخل ريال مدريد. لابد من صفقات جديدة، وخاصة على خط الدفاع وكذلك المدافع الأيمن. خروج رودريغو هو كان في صالح إبراهيم دياز الذي نزل بديلا في الدقيقة 20، يعني كما يقال مصائب